إذن هذا أكبر معوق من معوقات طلب العلم عند عامة الناس، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الجن والإنس، والجن عليهم أن يتفقهوا في الدين. أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين، حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الرحمن، فلما أتمها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كانت الجن خيرا منكم ما قرأت قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا يا ربي ولا بنعمة من نعمك نكذب، ولا بنعمة من نعمك نكذب، لأن الخطاب هنا لمن؟ للجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي الجن والإنس، خطاب الجن والإنس. فكانت الجن تقول ولا بنعمة من نعمك يا ربي نكذب. فهنا يا أخي لا تحرم نفسك الفضل. رفعة العبد عند الله على قدر ما يتزود من هذا الخير ومن هذا العلم، وعلى قدر ما يعمل بعلمه. فتفقهك في الدين يحبه الله سبحانه وتعالى، فهم هذا. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الخير في مجالس العلم، من يريد الله به خير يفقهه في الدين.